في يوم من الأيام قعد شاب اسمه سامي بيتصفح التليفون، فظهرت قدامه مجموعة من كتب تعلم السحر، وبدافع الفضول قال لما يجرب، وما كانش عارف المصيبة. فلما دخل لقى مجموعة من الطلاسم، حاول يقراها بس معرفش، لحد ما لقى طلسم سهل القراءة لتسخير الجن في المراية. فراح لأكبر مراية في البيت وقف قدامها وقرأ التعويذة، فظهر في المراية ضوء قوي جدا لدرجة انه غمض عينه، ولما فتحها لقى نفسه جوه المراية وشاف ناس شكلها مرعب جدا. فربطوه وعذبوه عذاب شديد جدا. فأهله رجعوا ما لقوش سامي، فجابوا شيخ عشان يعرف مكانه. فلما جه الشيخ دور في جميع المرايات لحد ما شاف سامي جوه المراية الكبيرة، فتواصل معاهم وخيروه يا يعاقبوه يا يكون في بديل. فالشيخ اختار الأب بس معرفش العيلة بالموضوع، وفي غمضة عين خرج سامي ودخل أبوه مكانه، فقال لهم إنه من طلب الجن ومشي. فحاول سامي إنه يشوف حل لحد ما لقى طلسم بيطلب رضاهم، وبالفعل قدمه خرج أبوه.